بعد المباراة رونالدو قلع التيشيرت ورايح يدي التيشيرت لقائد نادي الزمالك شيكابالا. يعني عشان الناس اللي عم بتقلل بس من شيكابالا ويقول لك اصل مش عارف اوعى من يعملوا حوارات. الفيديو مش هيكدب اهو. الراجل جاي من بعيد، شارب واخد القرار، بيقلع التيشيرت ورايح لقائد نادي الزمالك الأسطورة شيكابالا. يعني يا جماعة ديت حاجات قيم يا جماعة. يعني رونالدو لعيب كبير طبعا، أوي 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 بالنسبة للعالم كله. احنا لو شيكابالا بالنسبة لنا احنا بس أسطورة، وبالنسبة لنا كل حاجة. يكفي كلام رونالدو بس على الزمالك بعد المباراة. خلاص احنا ملناش نصيب، الحمد لله اللي احنا نصعد، خلاص قدر الله ما شاء فعل. رونالدو قال لك اللي الزمالك احنا واجهنا فريق منظم، فريق مجتهد، فريق تعبنا، فريق خلانا نحارب عشان نحرز الهدف بأي طريقة. طبعا مش هنرجع بالذكريات وهنقول لو كانت الفرقة لعبت كده في ماتش الشباب. لا، هو كل ده نصيب. هي السنة دي الزمالك 0 بطولات. يا ريت يا جماعة نتعلم من أخطائنا، وإن شاء الله بالتوفيق فيما هو قادم.